كلمني رجل قال أنت فلان الفلاني، قلت الله يحييك. صوته متهدج وضعيف ومنهك. قال أنا فلان الفلاني من السعودية في إحدى المحافظات. أنا الآن في المرحلة الرابعة من اللهم عافنا في من عافيت بالسرطان. لا إله إلا الله. والأطباء قالوا لي قرب الرحيل فاكتب وصيتك. وأنا سمعت البرنامج اللي تكلمت فيه عن صناعة المستحيل الدعاء. هل تنصحني بدعاء لي أنا شخصي غير اللي أنت قلته في الحلقة؟ قلت أنا أتوقع، دعوت له وتعاطفت معه بالكلام اللي يعني واجب تقوله في مثل هذه الحالة. قلت أول شيء، أول خطوة عملية، تصدق على نية أن الله سبحانه وتعالى يشفيك ويعافيك. الصدقة تقي مصارع السوء وتدفع البلاء وتطفئ غضب الرب سبحانه وتعالى. الشيء الثاني، أكيد أنك مع التعب اللي أنت فيه نومك قليل. قال وين النوم؟ أسمع، يقول أسمع بشيء اسمه النوم، ما أقدر أنام، يقول مناعتي منتهية مرة. الله يعافينا وإياكم. فقلت قبل الفجر أبيك 40 دقيقة، نصف ساعة، تقول لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، اشفني وعافني وأنزل علي لطفك ورحمتك، وأنزل علي إنعامك الذي إذا أنزلته على عبدك رشد وصلح حاله. ادع ربك واستغفر استغفر استغفر وتشوف الفرج بإذن الله. يعني ويسمع كلامي جزاه الخير، يبغى يطبقه، بس يعني هو ما أقول لك يائس، لكن وصل إلى مرحلة أسلمت لرب العالمين. والله يا شيخ عبد الله لا إله إلا الله. سجلت اسمه عندي، قلت بطمن عليه كل يومين ثلاثة. اتصلت عليه بعد أسبوع ما يرد، اتصل ما يرد، ما هو برسائل اتصال. قلت أجل، هم قالوا له موتك قريب، قلت أكيد ما رد، مات في نفسي يعني. اتصلت بكرة 3 أيام 4. المهم يوم راح حول 12 يوم من مكالمته لي، اتصلت عقب هالاتصالات ويطلع لي صوت واحد، صوت أجش وما شاء الله صوت عالي وفيه يعني عنفوان. قلت السلام عليكم حياك الله يا أخي. ما أدري من يكلمني، صاحب هذا التليفون أنا كلمني قال إنه مريض بالسرطان وحالته يعني شبه يائس منها، أبغى أطمن عليه. عاد ما قلت طمني وحي ولا ميت، قلت بس أطمن عليه. قال يا شيخ محمد ما عرفتني؟ لا إله إلا الله. قلت من معي؟ قال أنا فلان صاحبك اللي كلمك. قلت لا إله إلا الله، أنت الآن صوتك تزأر زأرة الأسود. وأول قال أبشرك قبل يومين أو 3 أنا ما رديت عليك، يقول أنا في المستشفى يعالج في جدة. هو ما هو ساكن في جدة، لكن في محافظة أقرب ما لهم مستشفيات كبيرة جدة. أنا فحصت، يقول ما خلوا فيني شيء لا فحصوه المستشفى، يقولون ما هو بأنت اللي جيت أنا المرة الماضية. لا إله إلا الله. وشو اللي جاي؟ أنت ما فيك إلا العافية بعد التحاليل والإشاعات، كلمة ما فيك إلا العافية، ولا تجينا إلا بعد كذا شهر للاطمئنان بس، ولا أنت الآن ما فيك أي شيء. سبحان الله لا يجوز شيء. لا إي والله يا شيخ عبد الله هذه حاصلة. الله أكبر. هالشهر اللي راح. الله أكبر. سبحانه وتعالى. بس قل يا رب